بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ الأديب محمد المر، معالي الأستاذ عبد الغفار حسين، سعادة الأخ الدكتور علي بن تميم مدير مؤسسة كلمة، أصحاب السعادة، أيها الأخوات والأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أمسية الليلة التي نناقش فيها موضوعا بالغ الأهمية وكتابا مثيرا للعقل ممتعا للوجدان. أيها الأخوات والأخوة الكرام، يخطئ كثير من الناس إذا اعتبروا أن الأيام للدكتور طه حسين هي أول سيرة ذاتية وضعها كاتب عربي. ذلك إن أدب السيرة الذاتية يمتد عميقا في التاريخ لأكثر من 12 قرنا، والكتاب الذي نناقشه معكم اليوم يؤكد ذلك. أما الكتاب فهو ترجمة النفس، السيرة الذاتية في الأدب العربي، وقد صدر عن مؤسسة كلمة بأبو ظبي، وهو كتاب حرره مجموعة من الباحثين الأجانب المهتمين بدراسة الأدب العربي ونشأته وتاريخه. وبالفعل توصل هؤلاء الباحثون إلى نتيجة بالغة الأهمية، وهي أن أدب السيرة الذاتية ليس مقصورا على الغرب فحسب كما كان شائعا من قبل، وإنما عرفه الأدباء العرب منذ القرن التاسع، أي بعد نزول الوحي على النبي الكريم ب3 قرون فقط. أيها الأخوات والأخوة، دعوني أن أرحب بمتحدثين الليلة، معالي الأخ الأستاذ محمد المر وسعادة الأخ الدكتور علي تميم، فليتفضل مشكورا. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حقيقة ما أدري، يعني عندي دائما نفور مثل الكتب المحررة، يعني أفضل أن أقرأ كتاب لمؤلف واحد، ولكن الكتاب اللي يشتركون عدة ناس في تأليفه أحس يعني ما فيه نوع من الوحدة، وإن كان طبعا في الغرب يحرصون دائما، خصوصا إذا كان الكتاب صادر من دار نشر مهمة، أن تكون في يعني روحية تنتظم المقالات المختلفة اللي يشملها الكتاب. الكتاب هذا ترجمة النفس، السيرة الذاتية في الأدب العربي، من تحرير دويت رينولدز. كتاب ممتع، وهو من سلسلة كتب حقيقة أغنت يعني مشروع كلمة، هذا المشروع العظيم والذي حقيقة لم يأخذ حقه من التعريف على الساحة الأدبية العربية ولا على الساحة المحلية. يعني أنا قرأت العديد من الكتب التي أصدرتها هذه السلسلة، وأعتز أن تصدر في الإمارات في مجال الرواية، في مجال النقد الأدبي، في مجال الفلسفة، في مجال الأديان المقارنة، في يعني مواضيع التي اختاروها، بل إن بعضها من المواضيع اللي كانت مصر في يعني قمة تألقها في مجال الترجمة كانت ترجمها، ما عادت الآن. سلسلة دكتور اللي عملتوها عن الحيوانات، هذه سلسلة جميلة جدا، طبعا باحثين مختارين اختاروا، كل واحد اختار حيوان من الحيوانات مثل الفيل ومثل الجمل ومثل الحصان ومثل الثعلب وغيره، وكتب كتب يختلط فيها الأدب بالفن التشكيلي، بالأنثروبولوجيا، بالدين، بكثير من دراسات الرمزية والفلسفية. هذه سلسلة من أجمل السلاسل، ونتمنى في يوم من الأيام أن نراجع أو نقرأ أحد كتب هذه السلسلة فقط عن الحيوانات. أما طبعا باقي الكتب فهي كتب جليلة، يعني لا يعرف قيمتها إلا الإنسان اللي قرأ في الآداب. هناك يعني سيمون شاما، كاتب الأديب المعروف اللي كتب في التاريخ الإنجليزي وكتب في التاريخ الهولندي وكتب عن ريمبراندت، كتاب مشهور،
ترجموا له كتاب عن الحياة اليومية أثناء الثورة الفرنسية، وهذا من أفضل الكتب اللي صدرت في هذا الموضوع، لأن عادة الناس كانوا ينظرون إلى هذه التحولات التاريخية الكبرى فيناقشون الملوك والزعماء السياسيين وكذا، ويهملون كيف كان الناس العاديين يعيشون في هذه التحولات الاجتماعية الكبيرة. هذا نموذج. طبعا هناك عشرات الكتب اللي حقيقة مثل ما قلت لا الصحافة المحلية، لا إعلامنا المسموع، لا إعلامنا المرئي نوه بهذه الكتب ولا قدمها التقديم الصحيح اللي يليق بها إلى الجمهور القراء في الإمارات وفي الخليج وفي العالم العربي. أنا أتمنى أن هذا النقص يسد في المستقبل. نرجع إلى كتاب اليوم. هذا الكتاب حقيقة ممتع بلا شك، لأن نحن الذين قرأنا في السيرة والسيرة الذاتية كنا نقول العرب لم ينتجوا في مجال السيرة الذاتية، لأن نحن تأثرنا بالغرب في كثير من الطروحات، ونظرنا إلى أن هذا فن تطور في الغرب واعتمد على الذائقة الغربية، وأن العرب ما كتبوا في هذا المجال. حقيقة العلماء أو الباحثين اللي كتبوا في هذا المجال لفتوا أنظارنا إلى كثير من النماذج الهامة في مجال السيرة الذاتية، ولكن ليس بالمفهوم العصري. إذا أخذنا بالمفهوم العصري يمكن نجد بأن هذه النصوص من التعسف بمكان أن نضعها في مجال السيرة الذاتية، لأن هذه وجدت في كتب الطبقات، ووجدت في كتب الأعلام، ووجدت في أحيانا حتى بعض كتب التاريخية في نهايات توفي فلان إلى آخره وكذا، وتذكر سيرته معينة. ولكن الجهد اللي بذلوه حقيقة أثبت هذا الشيء. المقدمة التاريخية اللي قرأ الكتاب اطلع عليها، المحرر أثبت بأن الغربيين ما انتبهوا إلى الإضافة الإسلامية والعربية في هذا المجال، وحتى لما كتبوا في هذا المجال خصوصا عمار روزنتال اللي كان مستشرق، قيموها وبحثوها وكذا، ولكن أيضا بحكم نرجسيتهم الأوروبية نظروا أن ما فيها الأساس الغربي لمسألة السيرة الذاتية، ألا وهي مسألة الفردية. أن الكاتب العربي هو جزء من فئة، جزء من جماعة دينية، هو جزء من مثلا حرفة، جزء من كذا، ما تميز بفرديته، وأن هذا كتابة السيرة الذاتية تحتاج إلى فردية، الشعور الفردي، الشعور الغربي وحتى في الغرب هذا أيضا، رغم أنهم يحاولون يؤصلون في التقليد اليوناني الروماني، لكن أنا أعتقد هذا تطور بعد عصر النهضة. يذكر طبعا أنه كتاب السيرة العرب ركزوا على جانبين: جانب التحدث بنعم الله، وكثير منهم في جانب أيضا نرجسي يشرح كيف هو استطاع في فترة بسيطة في طفولته أن يحفظ القرآن، وأن يقرأ الكتب الشهيرة في النحو، ويعرف الموسوعات الفقهية، ويقرأ على الشيخ فلان، وأن ما أن تجاوز 15 سنة حتى أحاط بكل علوم عصره. فهناك التحدث بنعمة الله عليه كشخصية بارزة، هو كشخصية استطاعت أن تحقق إنجاز كبير في مجال التحصيل العلمي. والناحية الثانية أيضا هذا الذي يكتب هذه السيرة يريد أن يجعل من نفسه قدوة للآخرين، أن أنا اجتهدت وعملت وكتبت وفعلت، وبالتالي يجب أن من يقرأ هذه السيرة أن يتأسى بسيرتي، أن يجعلني أنا رول موديل، أني أنا قدوة ويقتدي بي، ويذكرون أيضا هذا في سيرهم. هو مثل ما ذكرنا
يعني الباحثين هذه يرجعون إلى الكتب المختلفة. طبعا في سير، بعض السير كاملة مثل أسامة بن منقذ، بعضها جزء من كتب لكنها تصل إلى صفحات كثيرة مثل السيوطي، بعضها صفحات عديدة يعني، وإن كان تكشف كثير من الجوانب في حياة هؤلاء العظماء وهؤلاء الأدباء وهؤلاء الكتاب، ومتعددة. طبعا بعضها اللي هي سيرة المعاناة الروحية، مثل ما كتب الإمام الغزالي في كتاب الموقظ من الضلال، كيف أنه هو يعني قرأ في العديد من الفلسفات وقرأ الفكر الرسمي الفقهي وحار بين هذه المسائل، وأصابته نوع من الحمى الروحية. وفي النهاية عندما يعني اطلع على الأدب الصوفي وعلى الممارسات الصوفية، وجد أن هذا اللي أنقذ من الضلال، ولا أنه هو أوشك يضل. فهذه سيرة، ولكنها سيرة روحية أكثر ما هي سيرة يعني عن حياة الاجتماعية من اختلاط بين الناس على الطريقة الغربية الآن. هذه لا، سيرة فكرية روحية يعني، وفيها معاناة روحية لعناها الإمام الغزالي إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في آخر حياته عندما كتب الإحياء وغيره. فهاي الموقظ من الضلال من باب السيرة الروحية يعني. كذلك يعني باقي السير اللي ذكرها يذكر فيها العديد من المسائل اللي لها علاقة بالكاتب كمعاون للسلطان، الكاتب ك يعني ما يشبه الوزير للسلطان. ويذكرون طبعا هؤلاء الكتاب في رحلاتهم المختلفة مراحل اللي مروا بها، سواء كانت حروب الصليبية ما قبلها ما بعدها، الغيرة ما بين الكتاب نفسهم هذه اللي يؤرخ لهم، المشاكل اللي مروا بها. هناك العديد من النقاط اللي ذكرت في المقدمة، ثم في النماذج اللي وضعت بعد ذلك في مقدمة لكل نموذج، ثم بعد ذلك النموذج بنفسه يعني يفصل في هذه المسائل ويبعد. بالنسبة للقارئ المعاصر لما يقرأ حقيقة النص القديم في إشكال يعني، مثلا بالنسبة لنا نحن لأن قرأنا عبر سنوات طويلة نصوص تراثية كثيرة، ما أقول أن احنا ما نحصل مشاكل أحيانا في معرفة مفردات معينة، أحيانا نعرف المفردة لكن السياق اللي نستخدمها الآن غير السياق اللي كانوا يستخدمونها في ذاك الوقت يعني، فأحيانا أيضا المعنى يغرب علينا أو يشكل علينا يعني. فقراءة النصوص القديمة ليست شيء سهل يعني، يحتاج إعمال ذهن ويحتاج فهم. لكن متى استطاع الإنسان أن بالفعل يعني ينفذ إلى أسراره ويعرف رسمات الأساسية، يجد فيه لذة ومتعة كبيرة. وأشك أن كثير من أجيالنا الشابة أن عندها هذه المهارة وهذه المكنة والمفاتيح لكي يفهموا النص القديم يعني. هذه بشكل عام. أنا حقيقة بخلي الدكتور أيضا يناقش قضايا أخرى، ثم يمكن عندي نموذجين طريفات أحب أذكرها لكم قبل الختام. شكرا. شكرا أبو أحمد. شكرا أبو أحمد. أيضا الكلمة الآن سعادة الأخ الدكتور علي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح ولا؟ ها؟ ما تسمعون؟ السلام تمام الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها من متاع الحياة أن نلتقي اليوم بأستاذنا الأديب محمد المر مرتين، بدأت في خلوة 100 يظللنا عام القراءة، ونحن في الوقت نفسه نقرأ في هذا الكتاب الذي يقرأ كتبا أخرى. فنحن واقعين يعني في 3 طبقات من القراءة. لكن تنبغي الإشارة بعد ذي بدء أن هذا الكتاب ألفه كما أشار أستاذ محمد المر 10 باحثين. هؤلاء 10 اجتمعوا في الولايات المتحدة وقرروا أن يكتبوا كتابا حول السيرة الذاتية القديمة، متطلعين أنهم
سوف يعيدون قراءة إرثهم في الثقافة الأوروبية التي تستند على المركزية الأوروبية في النظر إلى أدب السيرة الذاتية المحصور في أدب الاعتراف. أخذوا 10 عقود. هذا الكتاب يعد كتابا فريدا من نوعه في سياقه الأمريكي لسبب، لأنه لأول مرة يصدر كتاب في اللغة عن اللغة العربية وعن الآداب العربية يجتمع في تأليفه 10 باحثين. هم لم يكتبوا هذا الكتاب استنادا على بحوث متفرقة هنا وهناك، وإنما كان الكتاب كل فكرة كانت تلف على هؤلاء 10 فيعيدون النظر فيها ويكتبونها، ولعل ذلك يعني يظهر بأن هناك نوع من التكرار وما شابه ذلك. هؤلاء توقفوا عند 140 نصا سيريا ذاتيا، ونظروا إليه ولحسن الحظ نظرة مغايرة عن المنظور المركزي الغربي الذي يرى بأن أدب السيرة الذاتية هو أدب حكر على الغرب ولم تعرفه الشعوب الأخرى. حتى أن محمود رجب في كتابه الفريد من هو فلسفة المرأة يعزو غياب أدب السيرة الذاتية عن العرب لغياب المرأة، والواقع أن العرب علاقتهم بالمرأة علاقة يعني فيها نوع من الارتياب. نحن نذكر حكاية نرسيس على سبيل المثال حينما اصطدم برؤية وجهه في الماء فظن أنه شخص آخر فأحب تلك الصورة، فحتى أنه حاول أن يخرج وجهه المتمرمي على الماء فعكر صفو الماء، ثم غابت الصورة فبكى فرجع الصورة من جديد فعكر. المهم حتى مل ولم يستطع إخراج تلك الصورة المتمرئية على الماء فمل ثم مات. العرب تلقوا مثل هذه الحكاية في بدائع الزهور على سبيل المثال، وقالوا أن يوسف عليه السلام حينما نظر إلى وجهه في المرآة فقال لو كنت عبدا من يشتريني، فعاقبه الله وبيع بأبخس الأثمان. وكان بعده مثل ما نعرف أن الحطيئة كان ينظر إلى وجهه في الماء أو في البئر، وبيته الشهير الذي يقول فيه ألا أرى لي وجها قبح الله شكله وقبح من وجه وقبيح حامل. وامتلأت الآداب أدب التراث أو التراث السردي العربي بحكايات المرأة بوصفها يعني تضلل الشخص الذي ينظر فيها. ولذلك يعني معظم الباحثين عزوا غياب أدب السيرة الذاتية قديما عن العرب لغياب المرأة، وعلى رأسهم محمود رجب في فلسفة المرايا. لكن أحمد شوقي قبل أن عندما أصدر الشوقيات جمعها وكتب لها مقدمة، كانت أعتقد ذلك كان قبل 30 سنة من قبل أن يصدر طه حسين كتابه الشهير الأيام. حينما أصدر كتابه شن عليه حمل المويلحي بطريقة غير معقولة، فقال هو مدح نفسه ولا ينبغي أن يمدح نفسه بل ينتظر أحد يمدحه، وقال شوه يعني الشعر حينما دمجه بالنثر، ثم اتهمه بأنه قد تأثر بالغرب فكتب عن نفسه. إذن كانت الذات في الواقع يعني ينظر لها نظرة تبخيسية. بعد انقطعت السيرة الذاتية بعد أحمد شوقي، بعد هذه المقدمة التي تحدث فيها عن نفسه وعن علاقته ببلاط الحكم آنذاك، فبعد ذلك انقطع أدب السيرة الذاتية حتى ظهرت الأيام لطه حسين. والغريب أن الأيام أو طه حسين يبدو أنه كان متأثرا بنقد المويلحي ومرعوبا أيضا من فكرة استخدام الأنا، فلذلك لم يستخدم الضمير المتكلم فاستخدم ضمير الغائب، فكان يقول كان وكان وكان ورأيته وهكذا وهو يتحدث عن نفسه. لكن دعونا نتوقف
عند كلمة لجورج غوسدوروف، وهو مؤرخ للسيرة الذاتية الفرنسية وهو شهير جدا، وتوقفوا أيضا الكاتبين عنده لنبين يعني كيف نظروا إلى أن فن السيرة الذاتية هو فن أوروبي، وأن الكتابة فيه هو تضييع للعقل واستلاب إلى الفكر الأوروبي. يبدو أن السيرة الذاتية، يقول جورج، لم توجد خارج نطاق منطقتنا الثقافية وهو في فرنسا، ولعل المرء يستطيع القول إنها تعبر عن هم خاص بالإنسان الغربي، هم أسفر عن استعمال جديد لغزو الكون المنتظم، وقد أوصله إلى أناس ثقافات أخرى، لكن هؤلاء الناس سيتم إلحاقهم بذلك لنوع من الاستعمار العقلي إلى عقلية ليست هي عقليتهم. واضح جدا يعني أن هذا الباحث يرى بأن هذا الفن ليس فنا آخر، وإنما هو فن أوروبي، وأن الذي يكتبه في الخارج في خارج دائرة الثقافة هو شخص مسلوب. لكن هذا الكتاب حاول في الواقع أن يعيد قراءة تقاليد السيرة الذاتية، وحاول أن يعزو ويقول بأن هناك جماليات مختلفة اختلافا كليا لجماليات الاعتراف في السيرة الذاتية الأوروبية. إذن الكتاب في الواقع يتناقض مع الأطروحة الغربية، ويتوقف مليا حول آداب السيرة الذاتية. وفي الجزء الأول يعقد مقارنة مهمة جدا، ثم في الجزء الثاني يختار حوالي 13 نصا اختيارا دقيقا، يبدأ من نص حنين بن إسحاق وهي أول سيرة ذاتية، وينتهي بسيرة علي مبارك. ويشير الكتاب بأن أول ما أطلق كلمة السيرة أطلقت على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ولأنها ارتبطت بسيرة الرسول أخذت معنى السنة ومعنى الهيئة ومعنى الطريقة، وهي أيضا مرتبطة أو ارتبطت بالسير، والسير على منهج واحد. ولذلك يستشهد بقول الشاعر: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سيرة من يسيرها. إذن السير في الشعر هو في هذا البيت تحديدا هو المضي والجريان، ولقد انتقل السير من المصدرية إلى الاسمية فأصبحت السيرة، فهي كما يعني تصورها المعاجم هيئة من المشي واضحة ومخصوصة ومنتظمة. إذن حينما تحولت إلى السيرة أيضا فقدت يعني حالاتها وانفعالاتها السيرة الذاتية، وبوبت وأصبحت منظمة ومرتبة. وهذا الفهم هو ما طال مجمل السير القديمة. ثم بعد ذلك اقترنت فيها لفظ الشعبية، فظهرت السير الكثيرة مثل سيرة عنترة بن شداد، وسيرة علي الزيبق، وذات الهمة، وإلى آخره، كثير من تلك السير التي تصور حياة بطل يتعارض مع مناوئين ويتحالف مع مناصرين، ويصور المواقف المحيطة به تصويرا أسطوريا أحيانا وخرافيا، لكنه لا شك أنه يجمع بين الشعر من جهة وبين السرد من جهة، تماما مثل ما جمعت السيرة الذاتية القديمة منذ أن بدأت عند حنين بن إسحاق. كان يتكئ على الشعر، وحيث أن وصلت وتجلت تجليا كبيرا عند السيوطي في التحدث بنعمة الله، أيضا كان كثير ما يتوقف عند الشعر. ذلك أن الشعر كما يعتقد كتاب السيرة القدماء أنه هو يعني الذي يعطي الطاقة الكبرى للتجليات الانفعالية التي يحتاجونها والتي لا يستطيعون أن يعبروا عنها بشكل واضح،
فالشعر والمجاز يلجئهم إلى هذا الغوص، خاصة وأنهم بوبوا كتابة السيرة الذاتية وصنفوها وجعلوها حادة جدا، ونقلوها من نظامها اللاتراتبي الزمني إلى نظام صارم جدا، بحيث غابت الذات وأصبحت سيرة عقل وسيرة تفكير وسيرة طلب أو طالب، حتى بدأ من صبا إلى شيخوخته. ثم يتوقف عن كلمة ترجمة. لماذا اختار ترجمة؟ فالواقع أن ياقوت الحموي هو أول شخص استخدم كلمة ترجمة ليصف فيها سيرة الأشخاص الذين يكتب عنهم. فالترجمة إذن سيرة في نظر ياقوت الحموي غيرية عن الآخر، وعادة ما تكون مختصرة جدا وموجزة. أقصد الترجمة، على الرغم من أن الأصفهاني لم يتحدث البتة ولم يستخدم كلمة ترجمة، وإنما كان يستخدم أخبار عروة بن الورد ونسبه على سبيل المثال، أو أخبار عنترة ونسبه، ولم يستخدم فكرة الترجمة. لكن الترجمة هي كما يفسرها الكتاب، هي تفسير وهي تأويل وهي تحويل. والواقع أنها فعلا هي يعني حينما نتملاها نجدها أنها أيضا مشتقة من الإنجليزية من الانتربريتيشن، وهو عنوان الكتاب of the self. فهو كأنه حول المشاعر من اللغة الصامتة إلى لغة تعبيرية، فبالتالي قام بعملية التحويل هذه التي نلمسها في الترجمة. ثم لكي يفسر لنا تقاليد الكتابة العربية كيف أنها تختلف عن التقاليد الأوروبية، توقف مليا عند أوغسطين. وأوغسطين في الواقع الذي يعتبره روزنتال بأنه أحد أكبر الذين أسسوا أدب الاعتراف، إلا أنه ينسى بأن أوغسطين ومع ذلك وهو يشير إلى ذلك أن ألف اعترافاته في عنابة في الجزائر، فهي بهذا المعنى ليست أدبا أوروبيا بمعنى أنها تنتمي إلى السياق الأفريقي. يرى بأن المحرض على كتابة السيرة الذاتية والاعترافات في اللغة الأوروبية تدخل تحت هذه الجملة: تلك الطرق التي أخطأت عندما سرت فيها فاجتنبها. إذن الراوي أو كاتب السيرة الذاتية يريد في الواقع أن يظهر تلك الخطى التي سار فيها، فيريد أن ينبه قارئها حتى لا يقع فيها. أما التقليد العربي فهو مختلف بالكامل. كيف مختلف؟ لأن قلب هذه المسألة صحيح هي كلها مشت في نفس السياق، لكن كان الكاتب العربي يريد أن يقول، والثقافة العربية كانت تريد أن تقول تلك الخطى الجميلة مش الخاطئة، هناك الخاطئة التي سرت عليها فاقتدي بها. إذن هم يتحايلون في الواقع حتى يتحدثوا عن أنفسهم، لأنهم يصدرون من فأما بنعمة ربك فحدث. فهو تحايل على أنه يستطيع أن يتحدث عن ذاته، تلك الذات التي حينما يقولون أنا يقولون أعوذ بالله من كلمة أنا. فلذلك السيوطي نفسه كان يقول التحدث بنعمة الله، وهي في الواقع سيرة ممتعة جدا. أريد أن أشير بأن التحدث بنعمة الله الذي يقرأ سيرة السيوطي كما أشرت يجد طغيان التفكير العقلي والتقسيم المنهجي الذي يجعل اللغة هادئة تفقد انفعالها المطلوب في السيرة الذاتية. والواقع هذه المسألة كانت إشكالية جدا، يعني تتعارض مع فكرة السيرة الذاتية كما نراها اليوم. وهذا هو يعني إذن المأخذ الكبير الذي يجريه الكتاب. فلم يلمس بأنها قصة حياة، وإنما وجد بأنها مكتسحة بالتبويب والتصنيف الذي جعل من التصنيف والتبويب هذا بديلا عن النموذج الإنساني الذي نحن نترقبه ونقرأ عنه. ولذلك معظم السير
القديمة سارت على نفس هذا المنهج. وهذا الكتاب كتاب ذكي لسبب، لأنه يتناول النوع الأدبي. نحن في الواقع يعني لم يتجرأ أحد أن يطرح سؤال ماذا تعني الأخبار القديمة؟ ما هو تعريف الخبر قديما؟ ما هو تعريف الحكاية؟ ما هو تعريف السيرة؟ افتقدنا أن دراسات تدخل لتعرف لنا النوع الأدبي. هو يحاول أن يعرف هذا النوع الأدبي الذي يدعى ترجمة النفس أو فن السيرة الذاتية. كنت أريد أن أتوقف بشكل سريع عند سيرة حنين بن إسحاق. وحنين كما يعني تقول سيرته، هو طبيب شهير كان قد ولد بحران، ثم انتقل إلى بغداد واختلف مع معلمه، ثم رحل عن بغداد وتعلم الإغريقية واليونانية الكلاسيكية آنذاك، ثم عاد إلى بغداد ووجد نفس المعلم يستفيد منه، لكن كما يشار بأنه أجاد السريانية، وقيل أنه أجاد الفارسية، وله تجربة عظيمة في بلاط الخلافة، وقع تحت رعاية خلفاء بني العباس. والكتاب أو السيرة تصور حالة الخصام أو الخصومة التي نشأت بينه وبين النسطوريين من المسيحيين، وقادته إلى أن يقع في السجن في النهاية. روزنتال يعتقد بأن هذه السيرة سيرة دنيوية، لكن كما أشار الأستاذ محمد المر هي سيرة تخبئ كما سنرى بنية دينية كبيرة. سأتوقف ومع الأسئلة ممكن أضيء تلك الجوانب في السيرة. شكرا لحسن الأنصات. شكرا دكتور علي. أيضا أعطي معالي الأخ الأستاذ محمد المر دقائق في قضيتين مهمات ليذكرهم في المكتب. تفضل أبو أحمد. أثناء قراءتي يعني مختلف السير الموجودة، بحكم خلفيتي القصصية، يعني كنا نتكلم مع الدكتور، هو أثارت انتباه غيرة أصحاب المهنة الواحدة اللي هم المترجمين في مجال الطب والأطباء، وأنا أثارتني قضايا أخرى. من ضمنها هذه فقرة حبيت أقراها لكم، اللي هي للمؤرخ الشهير عماد الدين الكاتب الأصفهاني، وهو من مؤرخي الدولة الأيوبية، كتاب البرق الشامي المعروف. يقول عندما أراد السلطان يوسف صلاح الدين أن يغزو إلى غزة وعسقلان، يعني يقوم بإحدى الغزوات المشهورة، يقول: ثم تقدمنا إلى السرير وخيمنا بالبرز، قال: ونودي خذوا زاد 10 أيام أخرى زيادة للاستظهار، وقد خطر الرجوع ببالي. خاف، يعني هذا من باب الاعتراف. وقد خطر الرجوع ببالي وأنا صاحب قلم لا صاحب علم، وقد استشعرت نفسي في هذه الغزوة من عاقبة ندم، والمدى بعيد والخطب شديد. هذا موت، سيوف، دماء، ليس فقط أوراق وأقلام يعني. والطريق كله في الرمل، وجمالي وبغالي لا تقوى على الحمل، وهذه نوبة السيوف لا نوبة الأقلام، والواجب على كل منا أن يلزم شغله. أنا ما بشغلي هذا ولا يتجاوز محله، لا سيما ونواب الديوان قد استأذنوا في العود، يعني اللي كانوا يشتغلون في الديوان الموظفين مع الحرب، بعد استأذنوا السلطان وردوا القاهرة يعني. وأظهرت سري للمولى الفاضل مستشار صلاح الدين، فسره إشفاقا علي. سره يعني أخفاه. وكان السلطان أيضا يؤثر إيثاري ويختار اختياري، فقال: أنت معنا أو عزمت أن تدعنا؟
فقلت العزم للمولى، المولى يعني سيدنا يعني، وما يختاره لي فهو أولى. عرف صلاح الدين أن الرجال زاغ يعني خاف، فقال تعود وتدعو لنا وتسأل الله أن يبلغنا في النصر سؤلنا. يقول رجع مسكين. قصة ثانية أيضا له مع صلاح الدين، مسكوا أسرى، هؤلاء الأسرى كانوا من جنود الأعداء، فتكوا بالمسلمين فأرادوا ينتقموا منهم، فجعلوا كل واحد من العلماء يقتل واحد من الأسرى. قال وجاءني في تلك الحالة رسول من السلطان يدعوني، فظننت أنه لمهم لا يكفيه غيري، يعني يمكن يبغى أكتب له أو كذا أو غير، ولا ينهض به دوني، لأنه كان يعتبر نفسه أفضل كتاب السلطان. وإذا هو يقول صلاح الدين يقول له جرد سيفك لهذا الكافر نباك تذبحه، وخذ به ما يشتمل على سمعه وبصره. فقلت أنا ذي القلم لا أزاحم السيوف. مسكين يعني اعتراف، هذا في أدب الاعتراف يعني، لا أزاحم السيوف وأنشر الفتوح ولا أنشئ الحتوف، ولكن هب لي ذلك الأسير الصغير لأملك رقه، وغيري ينوب عني في ذلك الأسير فيضرب عنقه. أنا هذا فرخ أعطوني إياه، أنا عبد يعني وكذا، أما هذا خلوا حد يذبحه غيري يعني. فتبسم وأقالني وأجاب في النوال السؤال، فقال هذا الصغير سنفتك به من المسلمين أسيرا، باين عليه يعني له حظوة عند أهله، وبالتالي بنبادب له يعني أسار المسلمين، ونهب لك من سبي الأسطول بمصر مملوكة كما تؤثر أثيرا. هذه قصة أنا حبيتها لأنها تبين أن يعني الرجال اعترف أنا إنسان أديب، أما الحرب أما القتل وكذا، ومن باب الاعتراف ما قال أنا يعني بطل الأبطال وكذا وغيره. قصة أخرى لابن العديم، نحن الآن كثير نحاول أن نشجع أولادنا على القراءة ونبذل لهم المال، وكنت اليوم في كلمتي أقول للإخوان في الخلوة بأن الأسرة تلعب دور كبير في تشجيع أبنائها بكل الطرق، يعني توفير الكتب لهم حتى بالبذل والبيزات يعني. يقول ابن العديم قال لي والدي احفظ اللمع أحد الكتب حتى أعطيك كذا وكذا فلوس، فحفظته وقرأته على شيخ حلب يومئذ وهو الضياء ابن دهن الحصى، ثم قال لي احفظ القدوري، هذا باين عليه أحد المؤلفين في ذاك الوقت، حتى أهب لك كذا وكذا من الدراهم كثيرة أيضا، فحفظته في مدة يسيرة. فلوس، تحفيز، تشجيع له. وأنا في خلال ذلك أجود، وكان والدي، شوف تشجيع الأب، وكان والدي رحمه الله يحرضني على ذلك، ويتولى صقل الكاغد، الكاغد الورق كانوا يسمون من الفارسية الكاغد، أبو نبيل أظن كاغد من الفارسية أصلها، ويتولى صقل الكاغد لي بنفسه. فإني لأذكر مرة وقد خرجنا إلى ضيعة لنا فأمرني بالتجويد للكتاب يعني، فقلت ليس ها هنا كاغد جيد، فأخذ بنفسه كاغدا كان معنا رديا، لأن يصقلون الكاغد في ذاك الوقت، وتناول شربة أسفي ذرو كانت معنا، فجعل يصقل بها الكاغد بيده ويقول لي اكتب، ولم يكن خطه بالجيد وإنما كان يعرف أصول الخط، فكان يقول لي هذا جيد وهذا رديء. وكان عنده خط ابن البواب، يعني كانت عنده مخطوطات لابن البواب، وابن البواب كان من أعظم الخطاطين في عصره يعني، فكان يريني أصوله إلى أن أتقنت منه ما أردت. يعني شوف الأب كيف أن يعني يشجع ابنه. آخر فقرة حقيقة هذه بتجدونها في كثير من السير والسير الذاتية، اللي هي مسألة يعني المنامات والأحلام. العرب كانوا يقولوا، حتى غير العرب كثير يؤمنوا بها. تعرفون قصة البوذا أنه كان ابن ملك، ويعني لما أمه حملت به يعني كانت في حلم أنها حلم هو أن يعني في الأبيض، وقصة طويلة. فلما جاب المفسرين قالوا له إما بتجيب يعني نبي أو يعني فيلسوف وكذا،
أو بتجيب ملك عظيم، فهو ما أراد أن يكون يعني فيلسوف، يبقى ملك عظيم يعني، فمنع أن يختلط بالناس لكي لا يرى البؤس ولا يرى الحزن ولا يرى الموت ولا يرى المسائل. ثم بعد ذلك قصة معروفة طبعا، طلع وشاف وترك الملك كله واتجه إلى الفلسفة واتجه إلى هذا. المنامات اللي هنا بالنسبة لي هذا أيضا من المؤرخين المعروفين، أبو شامة، يقول هو استعجب والده من حبه المكتب وحرصه على القراءة، على خلاف المعروف من عادة الصبيان ما يحبون القراءة وكذا غير. فقالت الوالدة أمه لا تعجب، لما كنت حاملا به رأيت في المنام كأني في أعلى مكان من المئذنة عند هلالها وأنا أؤذن، فقصصتها على عابر فقال تلدين ذكرا ينتشر ذكره في الأرض بالعلم والخير. شو عرف، يمكن خديجة كانت بتيب، لكن يحبون هاي القصص، كانوا يعني أن تتنبأ لكذا وغيره. ورأى هو في صفر سنة 24 و600 كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أقبل إلى الشام منجدا لأهله على الفرنج خذلهم الله، وكان له به خصوصية من إفضاء أمره إليه والتحدث معه في أمور المسلمين، وهو يمشي إلى جانبه ملاصقا منكبه، حتى كان الناس يسألونه عنه وعما يريد أن يفعل وهو يخبرهم وكأنه واسطة بينه وبين الناس. هذه أيضا منام ثانية ما دام عمر بن الخطاب كان. وفي هذه السنة رأى أيضا كأنه هو الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام داخل باب الرحمة بالبيت المقدس، وقد أراد فتحه وثم من يمنع من فتحه ويدفعونه لينغلق، فما زال يعالجان الأمر حتى فتح مصراعيه فتحا تاما. ورأى أيضا في جماد الآخرة من هذه السنة، شوفوا كثرة المنامات، كأن المسلمين في صلاة الجمعة في حر شديد وهو خائف عليهم من العطش ولا ماء ثم يعرف، فنظر إلى قليب ماء قريبا منه وحوض، فخطر له أن يسقي من ذلك القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا انصرفوا من الصلاة. فاستقى شخص قبله لا يعرفه دلوا أو دلوين، ثم أخذ الدلو منه فاستقى دلاء كثيرة لم يعرف عددها، أيضا معجزة. ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا بمسجد قرية بيت سوا، وهي قرية من قرى خوطة دمشق، وكأنهم سئلوا ما شأنهم، قالوا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قالت فحضر، يعني مصنف الكتاب، كانوا يتريون الرسول ياهم مصنف. المهم كثير من المنامات، ما أريد أطول لأن موجود ليس فقط في سيرة هذا المؤرخ، في سير كثيرة يعني، وهذا يدل على أنه مسألة الأحلام كانت تلعب دور كبير في السيرة الذاتية وفي السير وفي حياة هؤلاء الناس. شكرا جزيلا. شكرا أبو أحمد. أيضا الدكتور أنت قلت لي يا أبوي بعلق شوية على تفضل حنين. تفضل. الواقع أن هذا الكتاب لم يدرس السير دراسة نصية، وإنما حاول أن يصف ويعطي مؤشرات مكثفة جدا نستطيع من خلالها يعني أن نبني بحوثا في دراستها. لكن أنا أريد أن أتوقف عند حكاية حنين بن إسحاق لسبب، لأنها هي أول سيرة ذاتية في تاريخ العرب كما جاء في هذا الكتاب وكما وصلنا حتى اليوم. أين استقى تقاليد الكتابة حنين بن إسحاق؟ الواقع أن حنين بن إسحاق كان متأثر بالعهدين أو بالعهد القديم، خاصة في قصة يوسف وكيف أن أخوانه تآمروا عليه وحسدا من هو يجلي هذه المسألة في هذا الكتاب. هو نسطوري، وهو كما يقال بأنه محطم الأيقونات، والأيقونة أو القونة كما يسميها هي التي ترسم السيد المسيح مع مريم العذراء تحفهما الملائكة. يقال أنه لا يقدر مثل هذه المسألة، كما أشيع عنه حتى أن الخليفة المتوكل استدعى رأس الكنيسة النسطورية وقال له كيف نعاقب شخص يسيء إلى الأيقون، فأعطاه جملة من الخيارات ثم أوقعه. أمر المتوكل بسجنه، والمتوكل لأول مرة يطبق قانون الكراهية والاعتداء على المقدسات، وحتى كاد أن يقتل كما يروي حنين بن إسحاق، كاد أن يعدمه لهذا السبب. لكن على الرغم من أن حنين قد استقى
هذه مبادئ أو تقاليد الكتابة لديه من قصة يوسف، على أن هناك بنية مطمورة عربية أصيلة كون من خلالها الترجمة. أولا كان يعتمد أيضا على التقليد، والآية الكريمة أن مع العسر يسرا، تلك التي بنى عليها التنوخي في الفرج بعد الشدة كتابه المهم، وهو يذكر باستمرار يقول: وإنما ذكرت سائر ما تقدم ذكر ليعلم العاقل أن المحن قد تنزل بالعاقل والجاهل والشديد والضعيف والكبير والصغير، وإنها وإن كانت لا شك واقعة بهذه الطبقات التي ذكرنا، فما سبيل العاقل أن ييأس من تفضل الله عليه بالخلاص مما بلي له. إذن هو كان يعتقد أيضا متأثرا بالقرآن أن مع العسر يسرا. فيما بعد سيطور هذه المسألة التنوخي وسيقدم سردا باذخا في هذه المسألة. هو حنين بن إسحاق كان أحد المترجمين الكبار لجالينيوس، وقد ترجم له كثيرا من الرسائل، وقد تجلى جالينيوس هذا الطبيب الإغريقي في كتابته. وأيضا جالينيوس كتب سيرته، ولقد قلدها حنين بن إسحاق خاصة في حديثه عن الخصوم والأعداء. يقول حنين مستشهدا بجالينيوس: ولعمري لقد لحق جالينوس محن عظيمة، إلا أنها لم تكن تبلغ إلى ما بلغت بي أنا هذه المحن. ثم يقول حنين: ومن ها هنا صح ما قاله جالينيوس إن الأخيار من الناس قد ينتفعون بأعدائهم الأشرار، فلعمري لقد كان ذلك أفضل الأعداء. ثم أن حنين أيضا اتبع تقليد السيرة التي ذكرناها: هذه أخلاقي التي أعتز بها فاتبعها. دائما يقول مثل هذا الكلام، وسوف يؤثر على مجمل السرد الذاتي الذي يأتي بعده. ثم لا شك أن هذه السيرة تهمس باهتمامات حنين، فكثيرا ما ندرك خلال قراءة تلك الورقات القليلة بأنه مترجم، وبأنه كان نتيجة لدقته كان يأخذ على ترجمته ذهبا كما كان شائعا، وندرك بأنه كان يعمل في دار الحكمة مع زملائه. لكن أيضا يتوقف مليا عند أسباب عداوة الآخرين له من الذين على دينه من النسطوريين المسيحيين، فيقول: هم يحسدوني، ويجلي ذلك كثيرا. ثم يقول: إن هم أيضا في تنافس معي على مذهبي، فهو لم يكن يقدس عيسى، أو كان يغلب الجزء الناسوتي على اللاهوتي في عيسى على خلاف أتباعه. ثم كان ينظر إلى الأديان نظرة متساوية، فهذا ما أغضب أعدائه. ثم أنه كان يغلب العقل على النقل، وآلمه جدا أن يتهم بأنه نقال أو ناقل بدون أي إبداع. وذكر بأنه كثيرا ما كان يوصف بالجهل من هؤلاء، وكثيرا ما يوصم بفكرة الكفر والهرطقة ومحطم الأيقونات. ثم أنه كثيرا ما كان يلجأ إلى الأقوال العربية القديمة، وكثيرا ما كان يلجأ إلى الشعر العربي القديم، وكثيرا ما كان اعتمد على فكرة الأحلام، الحلم الذي ذكره الأستاذ محمد المر قبل قليل، أو المنامات. فالمتوكل عفى عنه بعدما قرر قتله، فذهب ليخلد إلى النوم حتى يهدر دمه في اليوم الثاني، وإذا بالسيد المسيح أتى جالبا معه حنين بن إسحاق فيقول: اعفوا عنه. فيرجع حنين مرة أخرى بحالته الأولى سعيدا بعد أن ردت كل أمواله التي أخذت منه بسبب هذه التهمة. لكن لا شك أن هناك إكراهات يجدها حنين حينما يكتب هذه السيرة. هو لا يستطيع أن يفصح عن نفسه، لأنه يلمح بأن هناك ظروف سياسية تمنعه من أن يقول. كان يذكر أسماء 9 أو حوالي 39 شخص يعادونه قريبين من الدولة، فهو لا يستطيع أن يعبر عن ذلك. وفي الواقع هذه فكرة جوهرية أيضا في السيرة الحديثة. كثيرا ما يقع كتاب السيرة الذاتية في خضم إكراهات سياسية. ثم أنه كان
يقع أيضا في الإكراهات الاجتماعية والخوف من ازدواجية أو يلجأ لذلك إلى ازدواجية الخطاب. إذا قرأناها سنجد ذلك. ثم أنه يقع في الإكراهات اللغوية. كثيرا ما كان يشير أو يلمح بأن اللغة لا تستطيع أن تنقل هذا الدفق الشعوري الحزين الذي يعتمل في داخله، لكنه كان يلجأ إلى التقليد الشهير الذي يتبعه العرب، وهو التحدث بنعمة الله. شكرا دكتور علي. باسمكم جميعا طبعا قدم الشكر والتحية على هذه المعلومات وهذا الاستطواف الجميل من خلال هذا الكتاب لمعالي الأخ محمد المر وسعادة الأخ علي التميمي. والآن أمامنا بين 10 إلى ربع ساعة أعطي الكلمة لمن يريد أن يتداخل أو يعلق على هذا الموضوع إن شاء الله. أنا شفت 3 مع بعض مرة واحدة. تفضل، ميكروفون بيعطيك. بداية شكرا على هذه المحاضرة أو هذه الجلسة والنقاش الجميل عن هذا الإصدار المهم. أنا عندي سؤال أديبنا وأستاذنا معالي محمد المر. كنا نعرف مدى شغفه بسير ذاتية، خاصة الأشخاص اللي أحدثوا تحول في حياة البشرية. السؤال اللي في بالي، ألم يحن الوقت لأديب